أنا اسمي نسمة وعندي 24 سنة، متجوزة من 3 سنين وعايشة في منطقة شعبية في محافظة القاهرة. قاعدة في شقة إيجار في عمارة حوالي 11 دور. معايا بنوتة وعندها سنتين. جوزي مسافر برا مصر من 3 شهور تقريبا بسبب إنه مكانش لاقي شغل ومرتب كويس، وللأسف سافر دولة تانية بطريقة غير شرعية، وعلشان ينزل مصر تاني مش هيكون قبل 7 سنين على ما يظبط أحواله وأوضاعه هناك. وبيبعتلي كل شهر حوالات علشان أصرف بيها على نفسي وعلى بنتي، وطول اليوم بكون قاعدة لوحدي، ولما بحس إن أنا زهقت بروح أقعد مع ماما كل كام يوم كده وأرجع تاني العمارة اللي ساكنة فيها. العمارة اللي أنا ساكنة فيها تعتبر جديدة تحت الإنشاء، والشقق اللي ساكنة تعتبر 5 شقق بس بالعدد. ما بشوفش حد من الجيران خالص، فبصراحة كتير قوي كنت ببقى قاعدة وأنا خايفة بسبب الهدوء اللي في العمارة وإن مفيش سكان فيها. ومن حوالي 4 شهور في واحدة صاحبتي متجوزة برضو قريب، وكنا بنتكلم أنا وهي كل فترة في التليفون ونسأل على بعض ونطمن على بعض. وفي مرة وهي بتكلمني لقيتها بتشتكيلي من أهل جوزها وإن في بينهم وبين بعض مشاكل لأنها عايشة في بيت عيلة. وقالت لي لو في شقة للإيجار قدامك ياريت تقوليلي. قلت لها حاضر، وقفلت معاها من هنا وأنا معايا رقم البواب بتاع العمارة اللي أنا فيها علشان لما كنت بحتاج أي حاجة من بره بيجيبها لي، بدل ما أنا بنزل وبطلع كل شوية والأسانسير لسه مركبش في العمارة علشان العمارة لسه جديدة. واتصلت بيه وقلت له لو سمحت يعني لو في شقة إيجار قدامك ياريت تعرفني. قال لي في شقة معروضة عندنا في العمارة. قلت له إن هي أنه شقة دي؟ قال لي الشقة اللي تحت منك على طول. قال لي صاحبها شطبها وقفلها وكلمني من كام يوم إنه عاوز يأجرها. قلت له خلاص ماشي، وقلت له ما تقولش لحد عليها خالص لحد ما انا ارد عليك. وبيني وبين نفسي كنت بدعي ربنا ان صاحبتي دي تاخدها او على الاقل تونسني بدل ما انا قاعده كده زي المقطوعه من شجره. رحت متصله بيها وقلت لها عندي ليكي خبر حلو قوي. قالت لي ايه؟ قلت لها في شقه عندي في العماره. قالت لي ومعروضه للايجار بكام؟ قلت لها والله نسيت اسال، هتصل تاني بيه واسالهولك. وقفلت معاها واتصلت تاني بالبواب وقلت له هو طالب كام في الشقة وإيجارها هيكون قد إيه؟ قال لي هو طالب تأمين شهرين وهيأجرها أقصى حاجة سنتين، والإيجار بتاعها هيكون 2000 جنيه. قلت له تمام. قفلت معاه واتصلت بصاحبتي وقلت لها على كل التفاصيل دي. قالت لي كويس، لما جوزي يرجع من الشغل هقوله وهرد عليكي. وعلى الساعة 7:30 كده بالليل لقيتها بتتصل بيا وقالت لي انها قالت لجوزها عليها وقال لها مفيش مشكلة نتفرج عليها ونشوفها، وقالت لي ان احنا هنكون فاضيين يوم الجمعة الجاي علشان دي اجازته. قلت لها خلاص تمام، واتصلت بالبواب وقلت له ان في ناس هتيجي يوم الجمعة علشان تتفرج عليها. انت معاك مفتاح الشقة دي؟ قال لي اه صاحبها سايب لي المفتاح علشان افرج الناس عليها. قلت له تمام كويس. ويوم الجمعة على العصر لقيت صاحبتي بتتصل بيا وبتقول لي ابعت لها العنوان بالظبط واللوكيشن بتاع العمارة. المهم بعته لها على الواتس. بعدها بساعة ونص لقيتها بتكلمني وبتقول لي ان احنا تحت العمارة. رحت نزلت واتصلت بالبواب وقلت له الناس جت تحت تعال علشان تفرجهم على الشقة. أول ما نزلت لقيتها هي وجوزها وسلمت عليهم وطلعنا شقتنا. شفنا الشقة وعجبتهم. صاحبتي لسه ربنا مرزقهاش بأطفال لأن هي لسه متجوزة قريب، وعرفت منها إن جوزها شغال محاسب في بنك، والحمد لله أمورهم مستقرة وعايشين كويس. وكلموا صاحب الشقة وجوزها راح قبله ودفع له الفلوس وأجروا الشقة، وبعدها بأسبوع نقلوا العفش بتاعهم. وكنت بنزل أساعدها في فرش الشقة لما جوزها بيكون في الشغل، وبقت هي صاحبتي وحبيبتي اللي بقت مونساني في البيت على طول. وبقيت معظم الوقت قاعدة معاها طول ما جوزها ما بيكون في الشغل. ومن حوالي شهر وانا نايمة في أوضة النوم على الساعة 1 بالليل بقيت أسمع أصوات غريبة، وقعدت أقول أكيد دي تهيؤات. ومرة على مرة فضلت أركز مع الصوت ولقيته طالع من شباك المنور اللي في أوضة النوم، والصوت كان عبارة عن أهات واحدة، بس الصوت كان بعيد مش قادرة أسمعه بوضوح. رحت فتحت شباك المنور اللي موجود في أوضة النوم عندي بالراحة، وكنت طافية نور أوضة النوم ووقفت جنب الشباك علشان أسمع كويس.
سمعت اهات جارتي وهي في العلاقة مع جوزها، حسيت ان جسمي اترعش ووقفت مكاني متسمرة. الكلام ده كان الساعة 1 بالليل، بس الغريب في الصوت انه ما كانش صوت اهات عادية، ما كانش صوت اهات واحدة بتستمتع بالعلاقة، لا ده صوت اهات واحدة كأنها بتستغيث من كتر الألم. وجات في دماغي فكرة اني اسجل الصوت بتاعها علشان اسمعه براحتي، واحاول اميز واعرف هو ده صوت اهات اثناء العلاقة ولا جوزها بيعمل حاجة تانية. رحت جبت الثبت من البلكونة ورحت شغلت برنامج التسجيل الصوتي على موبايلي، ورحت حاطة الموبايل في الثبت وبدأت أنزل الثبت بالراحة من شباك المنور لحد ما شلت الثبت جنب الشباك، جنب شباك أوضة النوم بتاعهم، وسجلت صوت الآهات بتاعتها وهي مع جوزها. وبعدها بساعة لقيت الصوت هدي، رحت مطلعة الثبت وجبت الموبايل وبدأت أسمع التسجيل، وكان الصوت واضح قوي. وبصراحة أنا تعبت لما سمعته، وفي نفس الوقت فكرت أقول لها إن أنا صوتك عالي يبقى وطي صوتك، بس بصراحة اتكسفت أقول لها علشان بعد كده هتعرف إن أنا مركزة معاها. طبعا أنا بقيت أسمع صوتها وهي مع جوزها كل يومين أو 3، وأنا للأسف مش معايا راجل، وكل ما بسمعها مع جوزها بموت من جوايا، وبقول يا بختها، وبتحسر على غياب جوزي عني، لدرجة اني فعلا ما بقتش اقدر استحمل اسمعها، وبقيت بغير منها وبحسدها على جوزها. وقررت ان انا معرفهاش حاجة، وبقيت عاوزة اتعرف على جوزها ده بأي طريقة من غير ما هي تحس او تعرف اي حاجة. وبقيت انزل اقعد معاها في شقتها وبحاول اخر نفسي عندها علشان اشوف جوزها، بس هي كانت على طول تقولي يلا علشان مصطفى قرب يجي، وما كانتش بتديني اي فرصة ان انا حتى اشوفه او يسلم عليا لما يشوفني. قعدت افكر ازاي احاول اقرب منه باي طريقة، وجات في دماغي فكرة ان انا اعرف صاحبتي دي ان انا بروح كل يوم خميس المستشفى علشان ليا جلسة بخار بعملها على صدري علشان عندي حساسية. وفعلا لما نزلت لها تاني يوم وعرفتها الموضوع ده وقلت لها انا كل يوم خميس بروح المستشفى بحيث لما اجي اطلب منها بعد كده ان جوزها يوصلني بالعربية يبقى عندها خلفية عن الموضوع وما تتفاجئش. وعرفتها ان مشوار المستشفى ده بيكلفني كل مرة حوالي 250 جنيه. فجيت في يوم قلت لها انا عاوزة اطلب منك طلب علشان انا الدنيا مزنقة معايا، وجوزي بقاله فترة ما بيبعتليش فلوس. قالت لي خير يا حبيبتي، انا عينيا ليكي. قلت لها يبقى في مشكلة لو جوزك يوديني بس المستشفى يوم الخميس الجاي اعمل الجلسة؟ قلت لها انا كده كده مش هتأخر هناك، هي نص ساعة بس. قالت لي يا حبيبتي انا عينيا ليكي، هقوله بس الاول واشوف هيقول لي ايه. قلت لها تمام. تاني يوم ردت عليا وقالت لي ان انا قلت له وقال لي مفيش مشكلة. قلت لها ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي وما نحرمش منك ابدا. وبيني وبين نفسي قلت هي دي فرصتي ان انا اتعرف عليه. ولما جه يوم الخميس قلت اما اتصل بيها علشان اشوف هنزل امتى مع جوزها. جوزها بيرجع من الشغل الساعة 7، رحت متصلة بيها الساعة 6:30. قلت لها انا جاهزة، وقت ما تقوليلي انزلي هنزل. قالت لي احنا ربع ساعة وهننزل. اول ما قالت لي احنا عرفت انها جاية معانا، اتضايقت قوي، بس قلت مش مشكلة. المهم نزلت وركبت العربية معاهم ورحنا المستشفى، وقلت لهم استنوني بس في العربية انا مش هتأخر. ودخلت المستشفى عملت نفسي بسأل على اي حاجة هناك. دخلت جوه واتأخرت شوية ورحت خارجة لهم، وركبت ورجعنا البيت. شكرتهم. اول ما طلعت اول ما طلعت شقتي بصراحة كان دمي محروق قوي، كان دمي محروق ان هي جت معانا، ومعرفتش حتى اخد رقم، مع اني حسيت وانا راكبة معاهم العربية كل ما اجي ابص في المراية الاقيه بيبص عليا. بس انا مش متأكدة لان صاحبتي انا اجمل منها بكتير، وفي نفس الوقت مش قادرة اتكلم معاها علشان هي كانت معانا في العربية. كل همي وقتها اني اوصل له لأي حاجة توصلني بيه بأي طريقة. انا كل اللي اعرفه عنه ان هو اسمه مصطفى وبس. دخلت على الفيس ودورت عليه يمكن الاقيه، وكتبت في البحث مصطفى ظهر لي ناس كتير قوي.
فضلت ابص على صور الناس صورة صورة لحد ما لقيت صورته. ما كنتش مصدقة نفسي ان انا لقيته. لقيت ان اسمه مصطفى حاتم. دخلت على الصفحة بتاعته وقعدت اتفرج عليه وعلى الصور اللي بينزلها، وما كنتش عارفة اعمل ايه ساعتها. ابعتله طلب صداقة ولا ابعتله رسالة، وخفت يقول لصاحبتي برضه. رحت عاملة حساب جديد على الفيس باسم مش اسمي، ودخلت على صفحته وبعتله طلب صداقة، واستنيت يقبل طلب الصداقة. وعدى يومين وما قبلهوش. رحت بعتله رسالة وقلتله ازيك. فضلت مستنياه يفتح الرسالة اليوم ده، بس ما فتحهاش. قلت يمكن الحساب بتاعه ده قديم او مش بيفتحه. تاني يوم اتفاجئت انه رد على الرسالة بتاعتي وقال لي مين. وقلت له انا واحدة عارفاك بس مش هينفع اقولك انا مين. مش هينفع اقولك دلوقتي. قال لي خلصي يا هالة، انا ما عنديش وقت للكلام ده. وافتكرني انا مراته وبعمل كده معاه. قلت له انا مش هالة والله، وعشان اثبت لك ان انا مش هي، لما تروح البيت اقعد معاهم وابعت لي وانا هرد عليك علشان تتأكد ان انا مش هي. قال لي ماشي. وفي اليوم ده على الساعة 8:30 بالليل لقيته بعتلي على الفيس. رحت رديت عليه وساعتها اتأكد فعلا ان انا مش مراته. ولقيته بعتلي طيب انتي مين وعاوزة ايه. قلت له والله انا واحدة عارفاك وعاوزة اتعرف عليك اكتر. لو عندك منع او مشكلة عرفني، علشان انا مش هينفع اسبب لك مشكلة. قال لي لا، ما عنديش مانع وما عنديش مشكلة. انتي مين بقى؟ قلت له هقولك انا مين، بس توعدني انك ما تعرفش مراتك اي حاجة. قال لي اوعدك. قلت له طيب احلف بالله علشان ارتاح واتأكد. هو حلف لي بالله ان هو مش هيعرف مراته اي حاجة. قلت له انا نسمة. قال لي نسمة؟ نسمة مين؟ قلت له صاحبة مراتك وجارتك اللي فوق، اللي انت وديتها بالعربية للمستشفى. قال لي مش ممكن. قلت له اه والله، بس بالله عليك انا مش عاوزة حد يعرف ولا تعرف صاحبتي اي حاجة علشان ما عنديش استعداد ان انا اخسرها. قال لي ما تقلقيش، بس انتي مش خايفة ان جوزك يشوفك وانتي بتكلميني او يمسك موبايلك او يشوف الرسائل دي؟ قلت له انا جوزي مسافر برا مصر وانا قاعدة لوحدي انا وبنتي. وفرحت قوي لما هالة جت قعدت معايا في العمارة علشان تونسني. قال لي طيب انا عاوز اسألك سؤال، انت ليه بتكلميني دلوقتي وليه بعتيلي؟ قلت له بصراحة مش عارفة، بس من ساعة ما شفتك وانا حاسة ان انا حابة اتكلم معاك واتعرف عليك، وبصراحة صاحبتي مش مدياني اي فرصة، علشان كده فكرت ان انا ادور عليك على الفيس واكلمك. قال لي وانا برضو من ساعة ما شفتك وانا حاسس بنفس الشعور ده. يمكن انتي اكيد لاحظتي لما كنت راكبة معانا في العربية ان انا كنت عمالة ابص على عينيكي، وكنت حاسس ان في حاجة جواكي عاوزة تقوليها لي. قلت له القلوب عند بعضيها، بس اهم حاجة بالله عليك ما تعرفهاش اي حاجة. قال لي ما تخافيش. وشكرته ان هو وصلني للمستشفى، وقال لي ولا يهمك، وقت ما تحبي تروحي في اي مكان بقوليلي، او بقولي لهلا وانا هوافق على طول. قلت له لا بقى، بص طلع هلا من اي موضوع خالص، لان هي هتنطلنا في العربية، وانا بصراحة حابة اتكلم معاك ونكون لوحدنا. قال لي خلاص نبقى نظبط يوم كده، وانتي حابة تروحي اي مكان يعجبك قوليلي. قلت له طيب. طب وهلا هتعمل فيها ايه ولا هتقول لها ايه؟ قال لي عادي، انا كده كده اوقات كتير بخرج مع زمايلي بعد الشغل، فببقى اقول لها ان انا خارج وكده بعد الشغل. قلت له تمام، هبقى اشوفك يوم هقولك على اليوم اللي انا حابة اخرج فيه، وهبقى معرفة هلا من قبلها ان انا هقعد عند ماما يومين وكده، علشان مش عاوزاها تشك في اي حاجة خالص. قال لي ماشي. من ساعة ما اتكلمنا على الفيس وانا حاسة ان روحي ردت فيا، خصوصا لما عرفت ان هو بيبادلني نفس الشعور اللي انا حاساه ناحيته، وان هو وعدني ان هو مش هيعرف صاحبتي ولا يقول لها اي حاجة عن اللي بيني وبينه. اتفقت معاه اننا نتقابل بره، وانا عرفت صاحبتي قبلها بيوم ان انا رايحة عند ماما وهقعد عندها يومين. وفعلا رحت قابلته في المكان اللي قال لي استناه فيه، وخدني بالعربية بتاعته ورحنا قعدنا في مكان هادي، وقعدنا نتكلم انا وهو كتير قوي. واعترف لي ان هو مش بيحب صاحبتي اصلا،
وانه ما كانش واخدها عن حب ولا حاجة، وان والده هو اللي اختارها له علشان ابوها يبقى صاحب ابوه، وهو اتأقلم خلاص على العيشة معاها. قلت له بس اللي يشوف اسلوبك معاها وانت بتتعامل معاها ما يصدقش ان انت ما بتحبهاش. قال لي اسلوبي ده طبع فيا من زمان، سواء بتعامل معاها هي او بتعامل مع غيرها، مش هقدر اغيره. قلت له بصراحة انا بحسدها عليك، يا بختها بيك. وبقينا نتكلم انا وهو كتير على الفيس، وبقى معايا رقم موبايله، واوقات بيكون في الشغل وبيتصل بيا، بس طبعا قبلها بكون معرفاه ان انا قاعدة في شقتي ولوحدي. وبصراحة احنا الاتنين كنا مشتاقين لبعض بطريقة ما تتوصفش. كل ده وجوزي ما بقاش يكلمني الا يوم واحد بس في الاسبوع، اللي هو يوم اجازته، لان الشغل هناك بقى حاجة مقرفة، وكل وقت وكلامنا بقى قليل قوي. وفي يوم بعتلي مصطفى رسالة، وقلت له تعرف يا مصطفى ان انا عاوزة اقولك على حاجة، بس مش عاوزاك تفهمني غلط. قال لي قولي. قلت له تعرف ان انا اكتر من مرة بقيت اتمنى ان انا اكون مكان صاحبتي. قال لي يعني تبقي مكانها؟ يعني ايه؟ قلت له يعني ابقى مراتك. قال لي ما انت متجوزة، هتبقي مكانها ازاي؟ قلت له مش عارفة، انا كل اللي انا بتمناه وقت ما احتاج اشوفك او وقت ما احتاج لك الاقيك قدامي. قال لي يا ستي وانا مش بعيدة عنك، ده انا ساكن تحتك، الدور اللي تحتك على طول. قلت له بس وقت ما احتاج لك مش هلاقيك. قال لي ليه بقى؟ وقال لي مين اللي قالك كده؟ جربي كده تحتاجيني هتلاقيني عندك. قلت له طيب انا محتاجه لك دلوقتي. قال لي انت بتهزري؟ قلت له والله انا ما بهزر، انا نفسي تكون معايا زي ما بتكون مع صاحبتي. قال لي طيب هنعملها ازاي دي؟ قلت له مش عارفه. مش انت قلت لما تحتاجيني هتلاقيني؟ قلت لك ان انا محتاجه لك. قال لي مش عارف اقولك ايه، سيبيني بس افكر كده واشوف هعمل ايه. قلت له ماشي. قال لي هو انت مفيش حد بيجي يزورك من قرايبك او من اهلك؟ قلت له لا خالص، انا اللي بروح لهم زيارة، وقاعدة انا وبنتي بس في الشقة طول اليوم. قال لي طيب انا لو طلعت عندك هيبقى في مشكلة؟ قلت له لا يا ريت، ده انا اتمنى، ومش هيبقى في اي مشكلة، بس المهم مراتك ما تعرفش حاجة. قال لي لا طبعا، هي كده كده اصلا بتكون نايمة لما انا بنزل الشغل وباخد عربيتي وبمشي. قال لي قوليلي بس، انتي قوليلي على يوم وانا هاخد اجازة من الشغل وهكون معاكي. قلت له لو تعرف من بكرة يبقى حلو قوي. قال لي لا صعب، لازم اقدم على اجازة في الشغل قبلها بكام يوم. واتفق معايا على يوم الاربع الاسبوع اللي بعده، وقال لي انا عاوزك يوم التلات تعرفي مراتي انك هتروحي عند مامتك تقعدي عندها يومين، وانك مش هتكوني موجودة في الشقة. قلت له تمام. وفعلا يوم التلات نزلت عندها وقلت لها، وقعدت اساعدها شوية في ترويق الشقة، وقلت لها ان ماما تعبانة وانا هروح لها كمان شوية، وهقعد عندها كام يوم لحد ما اطمن عليها، وبعد كده هبقى اجي. وقالت لي ربنا يطمنك عليها. وبعد ما خلصت ترويق الشقة انا وهي طلعت شقتي وبعت لمصطفى على الفيس، قلت له ان انا عرفت مراتك وان انا هروح لامي واني مش هكون موجودة في الشقة. قال لي كويس. وقلت له انت عملت ايه بقى في موضوع الاجازة؟ قال لي خلاص انا خدت اجازة يوم الاربع الجاي. وقلت له تمام قوي. يوم التلات انا كنت حاسة ان انا طايرة من السعادة، وحاسة ان فرحتي فاضل لها يوم وان هيكون بكرة، لان مصطفى هيكون معايا. وظبطت شقتي وروقتها. ويوم الاربع صحيت الساعة 7:30 الصبح، واخدت دش ولبست وفضلت مستنيه مصطفى. لقيته اتأخر عليا، رحت بصيت من البلكونة لقيت العربية بتاعته مش موجودة تحت البيت. قلت يبقى راح الشغل. ومفيش دقيقتين ولقيت رسالة جاتلي على الفيس من مصطفى بيقولي افتحي باب الشقة. جريت بسرعة على باب الشقة فتحت له، لقيت مصطفى قدامي، راح داخل بسرعة ورحت قافلة الباب. قلت له ده انا لسه كنت ببص على العربية بتاعتك وما لقيتهاش. قال لي ما انا وديتها مكان بعيد ورجعت ماشي، علشان اول ما مراتي تعرف ان انا في الشغل ولو شافت العربية تحت البيت هتشك فيا وهتكلمني وتقولي انت فين. قلت له تمام، اقعد بقى استريح كده وقولي نفسك تشرب ايه او تفطر ايه، احنا كده كده لسه اليوم بتاعنا طويل.
قال لي لا ولا اي حاجة، مش دلوقتي، انا بس جيت هنا علشان اثبتلك انك وقت ما تحتاجيني هتلاقيني جنبك. قلت له طيب قوم يلا غير هدومك علشان تقعد براحتك. ودخلت جبت له لبس من بتاع جوزي، بس للأسف ما جاش مقاسه خالص لأن مصطفى أطول من جوزي بكتير. قلت له ان انا مش مصدقة ان انت معايا في شقتي واننا لوحدنا وحاسة ان انا بحلم. قال لي لا مش بتحلمي، وراح ماسك ايديا الاتنين وخدني في حضنه جامد، وفضل يبوس فيا، وراح قاعد على الكنبة بتاعت الانتريه، وراح مسكني من ايدي وراح دخل بيا اوضة النوم. قلت له بلاش اوضة النوم، تعالى في اوضة الاطفال احسن. قال لي ليه؟ قلت له كده مش بحب جو اوضة النوم. ودخلنا اوضة الاطفال وراح منيمني على السرير ونام جنبي. ولما بدأ يعمل معايا علاقة حسيت بألم رهيب منه، لأنه كان قوي جدا وكان بيفتري عليا وبيتعامل بعنف شديد. الحقيقة أنا كنت مبسوطة لأني أول مرة أحس بكده، وبقيت أغطي وشي بالمخدة علشان أمنع صوت الآهات بتاعتي وقتها عذرت صاحبتي وعرفت ايه هو سبب آهاتها. وانا من ساعتها ومن ساعة جوزي مسافر وانا مشتاقة لكده جدا. وفضل معايا حوالي ساعة وبعدها قمنا استحمينا وحضرت الأكل وقعدنا ندردش سوا. واحنا بنتكلم قال لي اتبسطتي؟ قلت له جدا، انت فظيع قوي، يا ريتك كنت جوزي. قال لي اعتبريني جوزك من النهارده. وبعد ما خلصنا اكل قعدنا شوية وبعدها لقيته جاي بيكمل تاني وعمل حاجة تاني. بصراحة عايشني حياة ما عشتهاش قبل كده. وقلت له هو انت هتجيلي تاني؟ انا خلاص بقيت مدمناك ومش هقدر اعيش من غيرك. قال لي سيبيها بظروفها، واول ما يكون في فرصة اكيد هقولك واجيلك. انا برضو مبسوط قوي وانا معاكي. ودخل نام شوية وكانت الساعة جت 4 العصر. سمعت صوت موبايله بيرن ودخلت ببص في التليفون بتاعه لقيت مراته بتتصل. صحيته بسرعة وقلت له مراتك بتتصل. راح قايم مكنسل عليها وبعت لها رسالة وقال لها ان هو مشغول دلوقتي ولما يبقى يخلص يكلمها. وبعد حوالي 10 دقايق كده راح متصل بيها واتكلم معاها عادي وقفل معاها. قلت له في حاجة ولا ايه؟ قال لي لا لا، ده هي بتتصل بيا كل يوم كده في نفس الميعاد. قلت له تمام. ولقيته راح قام وراح واخدني من ايدي تاني، وحصل بينا حاجة تالتة، مرة تالتة. وبعد ما خلص قلت له وانت بتنام مع مراتك كده كل يوم؟ قال لي لا، ممكن مرة او مرتين بالكتير، انما انتي قمر اصلا ومش عاوز اسيبك وانزل. ولما الساعة جت 5 مصطفى لبس هدومه ونزل وراح اخد عربيته اللي راكنها بعيد عن البيت. وبعد كده راح طلع على شقته، وانا اليوم ده بالذات ما كنتش قادرة اقف على رجليا من كتر اللي حصل. وقعدنا بعد اليوم ده حوالي شهر مش عارفة اشوفه ومش عارف ياخد اجازة من الشغل بتاعه. وانا اشتقت له جدا وبقيت بستنى بفارغ الصبر اقرب فرصة علشان يقدر ياخد فيها اجازة ويجيلي. لحد ما حصل اللي ما كنتش اتوقعه، لا انا ولا هو. لقيت مصطفى في يوم بيبعتلي وبيقولي مراتي حامل واحتمال تقعد شهر ولا شهرين عند مامتها في بداية الحمل علشان ما تعملش اي مجهود. قلت له ده خبر حلو. قال لي اللي مش حلو بقى ان هي عاوزاني اروح اقعد معاها هناك، بس انا طبعا رفضت وقلت لها ان انا مش هاخد راحتي هناك، وان انا هبقى اروح لها في يوم كده لما اخد اجازة، الاجازة بتاعتي او بعد الشغل. قلت له حلو قوي. قلت له طيب هي هتروح هناك امتى؟ قال لي احتمال اوديها بكرة او بعد بكرة. قلت له وانا مستنياك على احر من الجمر. وبعدها بيومين لقيته بيقولي خلاص وديتها عند مامتها النهاردة، ولما ارجع من الشغل هعدي عليه. قلت له انا في انتظارك. وفضلت قاعدة مستنياه لحد ما جالي، ولحد النهاردة بيجيلي كل يوم، وكل حاجة نفسنا فيها بنعملها سوا. ومراته ما تعرفش اي حاجة لحد دلوقتي عن علاقتنا. انا عارفة ان انا اللي انا بعمله ده غلط، بس فعلا غصب عني. انا واحدة متجوزة بسبب الظروف بقيت محرومة من ابسط حقوقي، وما صدقت ان يبقى في راجل في حياتي. عارفة ان هو مش جوزي. قولولي اعمل ايه، لان انا بيجي عليا اوقات جوزي بيصعب عليا وعلى صاحبتي كمان بتصعب عليا، بس انا بحب جوزها وهو كمان بيحبني اكتر من مراته، والحب عمره ما كان بايدينا.
وخايفة اطلب منه يطلق مراته، لان مهما كان انا مش عاوزة اخرب بيتها، لانها في الاول وفي الاخر صاحبتي. يا ريت حد من اللي بيسمعني دلوقتي يقول لي اعمل ايه، مع العلم ان انا مش هقدر استغنى عنه مهما حصل. اللي شايف ان ظالمة جوزي وظالمة صاحبتي يعمل اعجاب على الفيديو ده، ويا ريت اللي عنده نصيحة ليا بدون تجريح يكتبها لي في التعليقات.